أنا داليا الجندي. وأنا أمينة رشدي. أهلا بيكم في نست بودكاست. إحنا الاتنين أمهات وزوجات وإديوكيترز، ومن أكتر الحاجات اللي دايما بتشغلنا إننا نعرف كل حاجة تخص الأطفال والعيلة وصحتنا النفسية والجسدية. تعالوا نشوف ونسمع سوا حلقة النهاردة هتكون عن إيه. محمد إسماعيل أمين كاتب وسيناريست مصري عظيم، اتفرغ لكتابة السيناريو من سنة 2004، وعشان كده بقى عندنا أعمال زي رحيم، ظل رئيس، راجل وست ستات، وتامر وشوقية، وأخيراً بابا جه اللي هو هيكون فوكس حلقتنا النهاردة. مسلسل بابا جه كتبه مع الكاتب الكبير وائل حمدي، وحقق نجاح كبير جداً في رمضان 2024. المسلسل بيحكي عن أب خسر شغله في وقت الكورونا، وبيعتمد اعتماد كامل على مراته مادياً وفي التربية كمان على الأم، وبتتوالى أحداث المسلسل اللي بتخليه يضطر إن هو يشتغل، ومن خلال شغله بيبتدي يعرف معنى الأبوة. المسلسل كان له رد فعل قوي جداً من الآباء والأمهات، وعشان كده النهاردة هنستعين بمحمد إسماعيل اللي هو كمان أب ل3 أطفال عشان نتكلم عن أهمية دور الأب في العيلة. كاتب رائع أثر فينا كلنا بالمسلسل الجديد بابا جه. داخل المسلسل على أساس إن أنا هضحك بس لقيت نفسي بعيط. مسلسل كامل بيناقش أهمية دور الأب في حياة كل طفل. طب احنا لو في فعلا اب هيتأجر، ايه اللي هيخليه يتأجر؟ الأب هو الشخص اللي ملوش لازمة. عاوز اقولك ان الجملة دي واحنا بنكتبها ومفيش قعدة ترابيزة قعدناها غير لما جماعة الجملة دي صعبة قوي. ازاي اتربيت ده ممكن يأثر على ازاي انت بتربي. اي حد ياخد باله ان انت نتاج الأسرة بتاعتك. بتتقارن بحد تاني، دي فكرة تخليك حاسس ان انت مفيش منك امل. المقارنة ما بين الاب والزوج مقارنة خاطئة، واللي بيقع فيها هيفضل عايش طول عمره تعبان. حتى الأب اللي عمل زيادة بقى، مش بس الأب اللي ما عملش حاجة خالص. ما تقارنش نفسك كأب بحب الأم، وما جزء منها فعلا نزل وفضلوا طول عمره كده معاها. فالأم ليها عامل كبير جدا 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 انها تفهم الولاد وتفهم الأب المشاكل اللي عندهم علشان الدنيا تظبط. مش هتصاحب على ناس كبيرة في السن عشان ما يموتوش. التربية ما بتجيش كلام أو صح وغلط، هي بتيجي إن الأولاد بيشربوا اللي بيشوفوه. 3 سنين في البيت، ولا بيشتغل ولا بيساعد مراته في حاجة. هيبقى الناس هتستغرب لو الأب قام بدور الحاجات اللي في البيت أو ساعد في البيت. أهلا بيكم في حلقة جديدة من نست بودكاست. الحلقة النهاردة مهمة جدا بالنسبة لي، عشان احنا بنتكلم عن حاجة أو شخص مهم جدا، فرد مهم جدا في العيلة، وهو الأب. هبقى أحكي لكم بعدين في آخر الحلقة ليه. بس النهاردة حتى أنا وأمينة قررنا إن احنا هنلبس تي شيرتس من شركة اسمها داديز جيرل، اللي هي قصتهم لطيفة جدا. إن هم بنات، طبعا دي مش الحتة لطيفة، بس يعني بنات كانوا بيحبوا باباهم جدا، وهو كان شغال في الفاشن اندستري، ولما توفى حبوا يعملوا حاجة باسمه وسموها داديز جيرل. والبنت دي كانت اكشلي من الطلاب اللي انا كنت بدرسهم وهي عندها 6 سنين. فانا فخورة بيها جدا ومبسوطة قوي ان انا النهاردة انا وأمينة لابسين البراند اللي اسمه داديز جيرل، يعني بنت ابوها، وهو مكتوب على التيشيرت. وان احنا معانا النهارده جست مهم جدا وكاتب رائع اثر فينا كلنا بالمسلسل الجديد اللي نزل، اللي احنا لسه شايفينه في رمضان، اللي هو بابا جه. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله تمام. ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ انا مش عارفه ابتدي منين، بس هقول لك اللي انت غالبا سمعته. احنا كنا بنتكلم قبل الحلقه عن فكره انه اول ما فتحت المسلسل، طبعا انا بتفرج على مسلسل لاكرم حسني، فانا واخده داخل المسلسل على اساس ان انا هضحك بس. طبعا انا عارفه ان اكرم عمل حاجات تانية كتير مش ضحك بس انا داخله متوقعه ان هو هيبقى ضحك جامد يعني. طبعا كنت بضحك جدا في اول الحلقه. احب اقول برضو للناس اللي سمع لو ما شافوش المسلسل، الحلقه دي هيبقى فيها سبويلرز او هيبقى فيها حاجات ممكن تحرق المسلسل، فيا ريت تروحوا تتفرجوا على المسلسل كمان برضو، يعني قبل الحلقه او بعد الحلقه، بس لازم تشوفوه. بس اول ما ابتديت اتفرج جيت بقى في المرحله بتاعه بنته لما قالت انه الاب هو الشخص اللي ملوش لازمه، وقالت ده قدام الناس، عماله لقيت نفسي بعيط. حسيت يعني باحساس غريب جدا، انه يعني كان المشاعر كانت متلخبطه جدا في اللحظه دي. واللحظه اللي كمان حسستني بوجع اكتر كمان الطفل التاني اللي ما كانش عنده اب، اللي جري عليه وقال له انا هاخدك. اتبسطت جدا، انبهرت الصراحه، وده اللي شدني ان انا اكمل المسلسل كمان. انه ايه ده؟ لا، ده المسلسل ده فيه حاجه مختلفه. هو كوميدي، بس هو تقيل. فانا هضحك وانا هتضايق. في مسج وراه مهمه، في مسج مهمه جدا وراه. فممكن برضو أمينة تقول. انا برضو يعني لو هقول برضو زي داليا، فكره ان اكرم حسني اصلا كوميديان، وغالبا الحاجات اللي هو بيعملها بتبقى بتضحك، بس
انا متخيلتش اصلا حتى من اسم المسلسل انه ممكن يكون ليه علاقه بدور الاب، بس قد ايه انا فرحت مع ان لانه اسمه بابا جه. يعني مع انه اسمه بابا جه فعلا، بس ما تخيلتش انه نفرق يكون عمق ده. يعني فعلا في رساله اللي هو على دور الاب واهميته، لانه اوقات كتير برضو مش من التوبكس اللي الناس كتير بتتكلم فيها. غالبا ما بنتكلم على الحاجات في العموم، بس ده توبك فعلا مهم قوي قوي. وانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده موجودين عشان نتكلم يعني على التوبيك دي وعلى أهمية دور الأب في حياة كل إنسان يعني. انا بقى استغربت لما الناس بتقول احنا اتفاجئنا بان المسلسل بيتكلم عن دور الاب. هو يا جماعه محدش اتكلم عن دور الاب قبل كده يعني. دي حاجه كانت بالنسبه لي كانت غريبه جدا. يعني أنا بقول لك أنا فعلا أنا يعني نفسي مستغرب يعني جدا يعني. واحنا مش سباقين للدرجه دي، ومصر تاريخ دراما كبير، اكيد في حاجات اتكلمت بس بس يمكن مش يعني إيه، مش مسلسل كامل مركز يعني على على الحتة دي بس. يعني في الأغلب في مسلسلات بتيجي في مسلسلات تانية شفناها عائلية، بيجي مثلا مشهد أو حلقة 2 بتفوكس على فكرة الأب ودوره، بس يبقى مسلسل كامل بيناقش دور أو أهمية دور الأب في حياة كل طفل أو حتى شخص كبير. ده أنا نفسي ما شفتوش قبل كده يعني. كويس والله. مبسوطة عاوز قوي اقول لك ان بده. ده تاني مسلسل ليا عن الاب، بس الاولاني لسه ما اتعملش لسه يعني. فهي جت صدفه كده برضو، بس هو التاني دراما بقى واجتماعيه اكبر يعني، بس لسه في طور الاعداد يعني. بس بصراحه هو هرجع للجمله بتاعت انا انا بابا ملوش لازمه دي. عاوز اقول لك ان الجمله دي واحنا بنكتبها ومفيش قعده ترابيزه قعدناها غير لما جماعه الجمله دي صعبه قوي. احنا هنقفل الحلقه بجمله زي دي في مسلسل رمضان، مسلسل كوميدي؟ لا بلاش. فنقعد نتناقش ونتكلم وبتاع وكده، كله يقتنع، نرجع نكتب حلقه تانية وفي قعده ترابيزه. يا جماعه الجمله دي صعبه، احنا كل شويه مش عارف ايه، لحد ما قعدنا بالزق كده بدانا ناخدها بشكل يعني شئنا من ابينا. الاب دوره في اباء للاسف ما لهمش لازمه، ودي حاجه مؤلمه لكن موجوده، فلازم نتكلم عنها. فقدامنا نقطه تانية، وهي ان البطل بتاعنا اللي هو لازم يبقى الناس بتحبه وبتاع هيبقى ملوش لازمه. ده معناه شخصيه مكروهه. فكانت عقد كده كتير انا وائل قعدنا نفك فيها لحد ما عملنا الكاركتر بروفايل اللي يخلي الناس تتفرج وتبقى مصدقه ان هو ملوش لازمه، وفي نفس الوقت يصعب عليها. وفكره ان هو كمان ضحيه، كان ابوه من ابوه، فعشان كده كان رد فعله ان هو ما يبقاش بصوت عالي في البيت. فده ضرب في موضوع ان هو ما عرفش يشتغل، بقاله 3 سنين ما بيشتغلش، ففعلا ما بقاش ليه لازمه من غير ما يحس. يعني انتوا الصراحه عملتوا ده ببراعه، لانه احنا اول جزء في المسلسل كنت بتفرج عليه واقول ايه ازاي يا ربي، يعني عارف اللي هو الشخص اللي قاعد 3 سنين في البيت ولا بيشتغل ولا بيساعد مراته في حاجه ولا لا، وكمان بيسرق فلوس، مش واخد من فلوس بنته اللي هي محوشاها عشان تجيب حاجه يعني. لا وكلها حاجات لعب بس برضو في اللقطه اللي سمعت فيها بابا هو الحاجه اللي ملهاش لازمه، صعب عليا طبعا. فدي ده يوري ان فعلا انتوا بجد عملتوا قد ايه الكتابه حلوه، والتمثيل طبعا والاخراج يعني كل حاجه، بس الكتابه حلوه جدا لان هي وصلت المعلومه دي. وزي ما انت بتقول انتوا عملتوا البالانس اللي يخليك لا انا الشخص ده ممكن يبقى مكروه جدا والناس تقفش عليه، لا بالعكس هو صعب على الناس وتحب يعني في الاخر. فده لان احنا كلنا بنغلط برضو فدي ده جزء منها برضو. طب انتوا ايه اللي خلاكوا اصلا تقرروا تكتبوا مسلسل عن الاب؟ الفكره جت من الشركه اللي هو اصلا المسلسل وحتى مكتوب على التتر ان هو متاخد من روايه كوريه اسمها اب للايجار، واتعملت فيلم سينمائي كوري. فاكرم كان عاجبه الفيلم، فتواصل معانا وائل والشركه، وانا عاوز اعمل الموضوع ده. فتواصلوا الشركه مع المؤلف بتاع الكتاب عاوزين نشتري حقوق الكتاب. فخدنا الموضوع واحنا لقينا انا وائل لما قعدنا نفلتر بقى الموضوع، لان طبعا الثقافه في ثقافه مختلفه عن في كوريا عننا خالص، بس في الاخر هو الاب اب. فاحنا خدنا السطر بتاع اب للايجار وبدانا نفكر واحنا قاعدين كده، طب احنا لو في فعلا اب هيتاجر في مصر ايه اللي هيخليه يتاجر؟ طب ايه الاسباب، ايه اللي مش عارف ايه، وقعدنا بقى نبني الشخصيه لحد ما زي ما انتوا شفتوها كده. فالقصه في الكتاب الكوري مختلفه خالص عن يعني مثلا القصه في الكتاب الكوري البنت هي اللي بتاجر ابوها. اوكي يعني ده انجل تاني خالص. بالظبط، يعني هي اللي عملت له الابلكيشن وهي اللي بتاجره وهي اللي بتبعته للناس وبتاع. بس في الاخر هي برضو قالت له الجمله بتاعت انا بابا مش عاوزاه. كان عندهم هم طقس كده تقريبا بيعملوه في الفصول،
لو حد عنده حاجه مالهاش لازمه يجي يديها لزميله، وحاجه معتاده يعني. فهي قالت انا بابايا معلوش لازمه في البيت، فحد لو حد عاوز ياخده. ففي برضه اب ابن ما لهوش اب فراح خده. وبدات هي بقى البنت قالت لها طب ايه رايك يا بابا انت ما بتشتغلش، ما ايه رايك اشغلك انا مش عارف ايه، وعملت بتاع، اوكي. وبدات هي تشغله. احنا بقى خدنا السطر بتاع اب الايجار ده، وبدأنا بقى انا وائل نشتغل عليه. الجمله بتاعت اب الايجار دي انترستنج برضو، لان هي ودي من الحاجات اللي انا خدت بالي منها في المسلسل في العموم، ان الجمل حتى كل الحاجات دي حاجات انسانيه جدا، والناس فعلا بتفكر فيها وبتقولها. فانا اختي الصغيره هي سبيشال نيدز، فلما او عندها احتياجات خاصه يعني، فلما والدي توفى قالت لي هو والدي كان من طنطا الله يرحمه، فكانت بتقول لي طب احنا ممكن نروح طنطا نجيب واحد تاني. فانا حتى يعني فكره الاب للايجار دي حسيت وانا بتفرج عليها قلت ايه يعني سبحان الله، فعلا التفكير بتاعت كل واحد ممكن يقول الجمله دي ويحسها بطريقه حسب الاكسبيرينس بتاعته. انا جالي تعليقات كتيره جدا ليها علاقه بده، ان هو ايه، حد يقول لي، وفي امهات نفسها يعني، في يقول لي ايه احنا الجزء ده حصل لنا واتقال لنا. يعني الجزء الاخير بتاع لما البنت قالت لابوها انا هاخد الفلوس عشان تبقى اب، كنت اعرف ممثله وكانت هي مدربه زومبا للاطفال، فبتقول لي انا طول الوقت مع الاطفال بعمل لهم زومبا، وبرجع البيت مرهقه جدا مش قادره اتكلم مع الولاد اصلا. فلقيت الولاد بيقولوا لي طب يعني نشترك مع الولاد عشان تقعدي معانا زي ما بتقعدي معاهم. ويعني هي وصلت لها ان حصل لها طب انا ليه ما بقعدش مع اولادي او ما برقصش معاهم زي ما برقص بفلوس مع الناس التانية، مع الاطفال التانيين. حاجات من دي بقى كتير بدات تلمس مع الناس. حاجه يعني طبعا هقولها لك بس ممكن تزعلك. كان في حد بعت تعليق برضو قال لي انت ممكن تعرف نفسيه اي حد بيتفرج من التعليق اللي بيقوله لك. لو قال لك انا ضحكت جدا في المسلسل اعرف ان علاقته بابو كويسه. لو قال لك انا عيطت كتير في المسلسل اعرف ان علاقته فيه مشكله مع الاب، يا اما بقى بفقد او بعلاقه نفسها ما كانتش مظبوطه. بالظبط، ما انا بالنسبه لي كانت الفقد احساس ان هو امم وحشني، فكان امم بالنسبه لي طبعا المسلسل كان بيأثر فيا، فلا بس دي حقيقه فعلا، لان احنا الفن في العموم انت بتتفاعل معاه على قد منظورك للحياه، او انت الباك جراوند بتاعك ايه، او ايه اللي حصل فيك. فدي حقيقه فعلا. انت ووائل حمدي كتبتوا حاجات كتيره جدا عن يعني حاجات مختلفه، اشتغلتوا مع بعض في حاجات كتير. قول لنا بقى انت ايه البروسيس، خلاص انتوا قلت انت جبت الكتاب الكوري ابتديتوا تكتبوا ازاي، او مشيتوا ازاي، عملتوها ازاي؟ واحنا طبعا لازم نشكر ميتنج زوم بتاع جوجل، لان هو ده اللي خلانا بنشتغل طول الوقت من غير ما ننزل من بيوتنا. ايوه طبعا. كل يوم نصحى نشغله وقاعدين مع بعض شايفين بعض ونقعد نكتب وبنشتغل. كنا بنكتب على الجوجل درايف اللي هو الجوجل درايف، احنا بنكتب مع بعض واحنا بنتكلم مع بعض شايفين بعض من الموبايل، واكننا كنا عايشين في المستقبل. الافلام بتاعت زمان اللي كنا بنتفرج عليها دي بتاعت المستقبل ده بالظبط. ايوه. فكل يوم نصحى الميتنج بتاع الزوم ونقعد بقى نكتب الحلقه مع بعض، كل كلمه مع بعض يعني احنا قاعدين بنشتغل فيها. طبعا احنا لما اخدنا الفكره بدانا قعدنا نفكر في فكره ان احنا اب لو هيتاجر في مصر غير بقى الفيلم الكوري ايه السبب. فقعدنا نرجع لمنطقه كورونا، الوقت بتاع كورونا ده، وايه الشغلانات اللي اثرت فيها جدا خلت ناس كتير جدا تقعد في بيوتها. فكان من اكتر المجالات الملحوظه عندنا يعني السياحه اتضربت جامد جدا، وبالذات اللي عندهم وظائف كبيره لما بيقعدوا صعب جدا يرجعوا. فكان هنا بقى المنطلق بتاع طب خلاص يلا بينا نخلي البطل بتاعنا كان شغال في السياحه وكان بوزيشن قوي، والكورونا ضربته، فهو بقى عنده الانكار بتاع انا مش هدور على شغل، ده انا اسم والناس كانت بتطلبني، ايه اللي حصل. بدأنا بقى نبدأ هنا الكاركتر بتاعنا، وان هو طب هو ايه اللي خلاه يشتغل في السياحه. فبدأنا نفكر السياحه ايه العوامل بتاعتها تخلي واحد يشتغل. ده السياحه ممكن تخلي واحد ما يقعدش في البيت كتير، فده معناه ان علاقته مع بنته هي علاقه حلوه بس هي كضيف. هو بيقعد طول الفتره بره، لو هو شغال في فندق مثلا بره فهو بيجي مثلا مره في الاسبوع، فبالنسبه للبنت ده الاسبوع ده الخروجات والفسح ويلا وهوبا ومش عارف ايه، وبعد كده هو يمشي ويسيب كل حاجه للام وبيبعت لهم الفلوس. ودي طبعا حاجه متواجده جدا بس دي في طبيعه كل حته. شغله. اه وفي نفس الوقت احنا بدأنا نبني الشخصية بتاعت ان هو اصلا علاقته بابوه ما كانتش كويسة، وهو مبني على متربي على القهر والصوت العالي، فعلشان يبقى ضد ده تماما فما بقاش ليه صوت خالص في البيت. فلما حتى لما قعد في البيت ما بقاش ليه صوت، ما بقاش بيندمج، ما بقاش يعمل اي حاجة، لانه اصلا مش عارف الاب يعمل ايه، لان هو المثال بتاع الاب عنده مش مظبوط، فهو مش عاجبه وما عندوش مثال تاني، فهو مش عارف يعمل ايه. هو ما دام انا ما بعملش الحاجات اللي بابا مش بيعملها يبقى انا كده كويس.
فبدانا نبني بقى الشخصيه من كده. السايكولوجي جبتوها منين يعني؟ اللي فيه سايكولوجي يعني احنا اصل ده بنتفرج دي فعلا حقيقي، يعني فكره ان انت ازاي اتربيت او ازاي باباك او مامتك اتعاملوا معاك، ده ممكن يأثر على ازاي انت بتربي بعد كده قدام، او حتى لو بتحاول تتغاضى عن حاجة او ما تعملش زيها، فما بتبقاش زي ما انت بتقول، ما بتبقاش عارف انت المفروض تعمل ايه اصلا. فدي فعلا يعني، هل انتوا قريتوا في الموضوع سايكولوجي، ده؟ عملتوا ريسيرش مثلا عن سيكولوجيه الاب او فقدان الاب او هو كده؟ بعيدا عن ان احنا يعني اي مؤلف لازم يبقى قراءاته متعدده وبيقرا حاجات كتيره جدا، الا ان هو الموضوع بديهي جدا. يعني هو فعلا المفروض يعني اي حد ياخد باله ان انت نتاج الاسره بتاعتك، سواء بالسلب او بالايجاب، او ان انت رحت الاكستريم ضدها او مشيت معاها زي ما هي. في نفس الوقت هو طبعا يعني احنا بنقعد نتكلم طبعا، يعني انا وائل طول الوقت طب الاب إيه تاثيره عامل ازاي، طب احنا ابهاتنا عاملين ازاي، طب احنا ابهات عاملين ليه ايه مع اولادنا، طب ايه المشاكل اللي كنا حاسين فيها. انا هو كنا نقعد نتشاور كده طول الوقت، ونقعد نطلع القديم والجديد وبحيث ان احنا نوصل لحاجه حقيقيه. وطبعا يعني زي ما اقول لك، هو اي مؤلف لازم يبقى عنده قراءات متعدده يعني. فطبعا احنا لينا قراءات في علم النفس، وانا بصراحه انا بدين بالفضل لدراستي في الاعلام. ده بجامعه حلوان. بصراحه الدكاتره عندنا كانوا، او المشرفين على القسم، كانوا بيدونا كل حاجه، يعني فاهمين يعني ايه اعلامي، فلازم يبقى مثقف، فلازم يبقى دارس كل حاجه. كنا بندرس علم نفس واجتماع وجغرافيا، كنا بندرس حتى حاجات في السياحه. كان عندنا ماده من المواد اللي كنت بستغرب ناخدها ليه، عن الفندقه، اللي هو انا ليه جايبين لي ماده ادرس. شفت احتجتها ايوه دلوقتي. بالظبط سبحان فعلا الله. بالظبط. فانا كل شويه كل ما اكبر كل ما احس ايه ده بقيمه تعرف اللي انا درسته في فتره كليه اعلام، اداب اعلام. وبرضه انا لما درست فلسفه برضه كان الفلسفه هي فيها نقطه ان هي اصل كل العلوم. فانت عشان تدرس تاريخ الفلسفه انت بتدرس اصل كل العلوم، يعني مثلا علم النفس، علم الاجتماع. فده كان فايدنا يعني. طب حلو قوي. هو في مشاهد معينة كنت حاسس ان انت كنت بتقول انتوا كنتوا بتسألوا بعض مثلا على حياتكم الشخصية، او ازاي مثلا؟ طبعا زي يعني ايه في مثلا؟ حلقات حاجات انتوا حاطين نفسكم ايوه فيها. طبعا اوكي. يعني وقصص ناس حواليكوا شفتوها اكيد وكده. اكيد يعني وفي حاجات كتيره جدا احنا لما بنيجي نقعد مثلا على الترابيزه مع الانتاج ومع الممثلين والاخراج، طاقم الاخراج، بنطلع بقى يعني مثلا الحلقه بتاعت اللي هي بتاعت المطلقه اللي ابنها اتخطف. الحلقه دي طلعت من فكرتها من واحنا قاعدين، قالوا ايه ده في فيديو كان طلع في فتره واحنا بنكتب عن اب خطف بنته علشان تسافر معاه، وفي كان فيديو مشهور قوي اقتحم عليها في الاسانسير وراح مغميها وبتاع. فقلنا طب ليه احنا يعني ما ده اب اهو، ودي صاب في نفس صلب الموضوع بتاعنا، ليه ما نتكلمش عن النقطه دي بتاعت العلاقه ما بين الاب والابن، الزوجه والزوجه والمطلقين، والمشكله زي عندهم. الابن بيبقى في النص. بالظبط كده، فعلا نعمل ده، فطلعنا الفكره كده. فاحنا دايما احنا بنحاول دايما نشوف يعني مش منفصلين عن المجتمع، يعني دايما بنطلع من كده يعني. من الحقيقة. طيب ايه ردود الافعال اللي جات لكم على المسلسل من مثلا اهالي، من الاباء او من الامهات او من؟ معظم ردود الافعال اللي هو ايه، احنا شفنا نفسنا، احنا ده يعني حد يقول لي الحلقه دي حصلت لي انا، فعلا بقى علاقتي بابايا كده، لا انا مش عارف كده يعني. دي كانت ردود افعال. ودي ردود افعال كانت ان انا الاقي الناس بتقول لي الحاجات دي حصلت لي او مش عارف ايه، ده حاجه يعني تخلي الواحد كده انا الحمد لله الحاجات اللي انا كتبتها وصلت للناس. فدي حاجه بسطتني جدا يعني. ده غير بقى الردود اللي قلت لك عليها مثلا بتاعت اللي حد قال لي انا لو ضحكت كتير او عيطت كتير فتعرف ايه العلاقه ما بين وهكذا يعني. ده يعني بصراحه الحمد لله ردود الافعال كلها يعني. مثلا الحاجات اللي خدت بالي منها ان في صفحات كتيره جدا على الفيسبوك لدكاتره نفسيين او لايف كوتشنج، كانوا بياخدوا مشاهد من الحلقات يحللوها. ويقعدوا يحللوها، وخلي بالكم مش عارف ايه. دي كانت حاجه مفرحاني جدا يعني يعني. انا مثلا في حاجات كتير قوي فعلا لمست معايا في فكرة أهمية دور الأب، زي مثلا إنه حماه دايما كان بيفضله على ابنه، فدايما كبره دايما أخو مراته بيحاول اللي هو إيه يقلل منه ويشوف أي فرصة يبقى أحسن منه. ففكرة تاني إن إحنا بنرجع لفكرة إنه إزاي أنت تربيت أو إزاي باباك عمل معاك هيحصل أو هيأثر فيك حتى لو أنت كبير، وحتى لو بالظبط. الأب كبير، مش فارقة في السن خالص. احنا كنا مركزين في ده طول الوقت، أيوة ان فعلا. كل الشخصيات لازم يبقى باين الجانب علاقتهم وفكرة كمان هو مع بنته في أوقات كتير قوي إنه دور الأم هو المين،
بس فعلا ان الاب ده هو بس اللي هو البنك او اللي بمصدر الفلوس، بس فعلا هو تواجده في حاجات كتير قوي مهمه، زي الاب اللي لاص لما الست مشيت ومع سابت له الاولاد، وانه احتاج اب تاني، وكان عايز بس حد يقوم بدور الحاجات اللي الام بتعملها، مش انك جربت او حاولت. ففعلا فكره انه في زي ايه ليبل كده على الاب، انك انت هيبقى الناس هتستغرب لو الاب قام بدور الحاجات اللي في البيت او ساعد في البيت، او مش ما بقاش بس اللي هو شغل وخلاص. ما دي كانت فرصه بالنسبه لنا ان احنا يعني ان الموضوع كان فارض نفسه في الدراما، فان احنا نعمل كل الرسائل اللي احنا عاوزينها بدون ما تبقى مقحمه، لان هو الموضوع اصلا كده مش هنقع، مش محتاجين نقع في حاجه. فكان بالنسبه لنا فرصه ذهبيه ان احنا نلف كده حوالين الاب من كل الجوانب صح. اللي احنا شايفينها يعني على قد ما نقدر ونتكلم عنها يعني. هو الحلو طبعا ان هو كمان كان معمول بطريقه كوميدي، فبيبقى سهل قوي ان انت توصل معلومه لحد بطريقه فيها هيومر او كوميديا عشان توصل للقلب بسرعه. ساعات لما تبقى الحاجات بتبقى تقيله قوي يعني، لان هي طبعا هي الموضوع تقيل، فما لو خدناه بتقل ما حدش هيتفرج على المسلسل طول ال 15 حلقه. يعني انا بالنسبه لي الحلقه بتاعت احمد امين رهيبه، لان انا دي بالنسبه لي دي اكتر حاجه لمست معايا عشان بابايا طبعا، دي عجبني فيها ان انتوا بتبصوا على الحته برضو بتاعت حتى الاب اللي عمل زياده بقى، يعني مش بس الاب اللي ما عملش حاجه خالص، لا في كمان الاباء اللي هم فعلا بيبقوا مدين كل حاجه وعلى البار قوي. يعني احنا كنا بنتكلم مع حد نعرفه قريب وكانت بتقول لنا ان هي دايما بتقارن باباها بجوزها، وهي باباها متوفي برضو، يعني بتقارنه مقارنه، فالزوج نفسه بقى عنده فرستريشن، هو مش قادر يوصل للصوره اللي هي رسمها، وعمره ما هيوصل، لان دي غلطه برضو يعني لازم ناخد بالنا منها. انت بتقارني واحد عنده خبره بواحد ما عندوش خبره، حتى لو الشخصيتين نفس الشخصيه. ما هو انت بتقارني واحد عنده مثلا، انت باباكي بالنسبه له مثلا انت دلوقتي هنقول مثلا دلوقتي عنده 60 سنه، بجوزك اللي عنده 30 سنه، بتقارني ده في فرق خبره 30 سنه مستحيل ده يوصل له حتى لو كان ملاك. فالمقارنه ما بين الاب والزوج او الام والزوجه دي مقارنه خاطئه، واللي بيقع فيها هيفضل عايش طول عمره تعبان. انت عارف دايما برضو نرجع يعني فكرة انه حتى السن ده مش فارق، لانه حتى حاجة زي كده المقارنة بتفرق حتى واحنا كبار. يعني فكرة ان انت على طول بتتقارن بحد تاني، دي فكرة تخليك حاسس ان انت مفيش منك امل، او انت مش هتعرف بقى حتى تعمل بالظبط your own thing يعني. وانت انت تعرف منين ان والدتك دي وهي في سنك، او والدك ده وهو في سن جوزك ما كانش بيعمل نفس الاخطاء دي وانت ما تعرفيش، وبعد كده تطور لمرحله ان انت بقيتي تشوفي الاخطاء دي خلاص لما انت شفتيها وخلاص يعني عرف يعالجها. فانت دايما لما تحط مقارنه دايما ما بين ابويا وزوجي وجوزي وزوجتي وامي، دي مقارنه بتؤدي دايما الى تعب باستمرار. دي حقيقه، يعني انا دايما برضو برفلكت، انا اكشلي يعني في جوازي برضو ده اللي حصل معايا، ان انا بس ما كنتش بقارن، بس كان ما كنتش عارفه ان انا اتجوزت حد فيه حاجات كتيره جدا من بابايا، لان هو كان وهو اصغر ما كانش كده خالص. ابتديت اشوف دلوقتي الحاجات اللي فيه، يعني سبحان الله، وما اشتغلناش عليها يعني، ولا عمري قلت له انا بابايا كان بيعمل كده ولا انت ما بتعملش زيه، بس سبحان الله هو اتجه في الاتجاه ده وبقى في حاجات كتيره منه فعلا. فهي فعلا عامل السن ده بيفرق جدا جامد جدا جدا، عامل خبره يعني. هي شركه ما بين الزوج والزوجه، والشركه دي لما بتبدا ما بتوقفش عند الخطوه دي، هي شركه بتتطور طول الوقت زي الشركات اللي بتكبر. ما ينفعش انت واقفه، لا لازم تكبر علشان تكسب سوق. فانتوا كشركه لازم تقعدوا تكبروا وتتطوروا مع بعض وتغلطوا وتتعلموا من اخطائكم. انما لو وقفنا على الواحده وده ابويا ما كانش بيعمل وامي كانت بتعمل، خلاص شكرا باظت. صح. وبعدين نظرتي انا اصلا لبابايا كأب حاجه تانية خالص، لان هو ابويا برضو كان زوج وابن وكل حاجه، بس انا نظرتي ليه كأب حاجه، وجوزي في الاخر هو انا برضو نظرتي ليه يقال دايما ان الاب هو الحب الاول لاي بنت، والام هي الحب صح. الاول لاي ولد، فانت ما فيش مقارنه. صح. دي حقيقه فعلا. وكمان عايز ازود على الحته اللي هي الحلقه بتاعت احمد امين، فكره انه خلاص انت ده يعني ده مش دلعت يعني، بس اديت الابن او البنت كل حاجه هم ممكن يتخيلوا ان هم عايزينها في الحياه. فالمشكله بقى اللي بتحصل بعد كده في حته الفقد، ان انت لما بتفقد الاب يعني بحياتك بتحس انها وقفت،
فعلا، وبتبقى متعلق جدا. فدي برضو كانت حته فعلا حقيقيه قوي بتاعه شريط الكاسيت. لا هو ما كانش هيحط ترتيب الاغاني كده. لا انا كنت لسه محتاجاه يعلمني اركب العجل. يعني حاجات اللي هي حاجات فعلا حقيقيه بجد. وساعات فعلا لما بنفقد حد كويس في حياتنا، او لما الاب بيكون عامل دوره صح. طبعا احنا مش بنقول ان الاهالي المفروض ما يعملوش دورهم صح، ودي من الجمل اللي اتقالت برضو، اللي هي لما قال انا مش ببعد عن ولادي عشان انا ما بحبهمش او مش عايز اساعدهم. انا ببعد عن ولادي عشان انا مش عايز ان هم يتعلقوا بيا قوي، فلو مت يحصل اللي حصل معايا. وده احساس برضو جالي جدا في حياتي، بس كنتش بعمل كده مع بنتي، بس كنت بعمل كده مع الاخرين. انا كنت قررت في فتره ان انا مش هتصاحب على ناس كبيره في السن عشان ما يموتوش. يعني فاهم قصدي؟ فبيحصل حاجات كده انسانيه جدا بتبقى صعبه. وهو قال له ما انت غلطان ان انت يعني أيوة. وانت هتسيب لهم ايه غير الذكريات. بالظبط. انا في حاجه تانية برضو علمت معايا قوي في المسلسل، كان فكره رباط الجزمه بجد. الفكره دي طلعت بعد الحلقه العاشره واحنا بنكتبها مثلا، واللي طلعها كان اكرم حسني. هو اللي قال لنا ايه رايكم يا جماعه، ما لو فكره نزرع موضوع رباط الجزمه ان هو ما بيعرفش وهي عاوز تتعلم وهو مش عارف يعلمها. التأثيرات التربيه ما بتجيش بالكلام او صح وغلط، هي بتيجي ان الاولاد بيشربوا اللي بيشوفوه غصب عنهم. حتى لو انت بتعملي حاجه غلط قلت لهم لا ما تعملوهاش، هم هيعملوها غصب عنهم. واحنا برضو كانت عجبتني فكره الولاد، مش عجبتني، هي حاجه مهمه ان احنا نلاحظ ان ساعات ولادنا دايما بيدونا هنتس كده، ان احنا عايزين خلي بالك احنا عايزين انتباهكم. احنا يعني المشهد اللي هي كانت بتتكلم معاه وبتقول له انت اشتريت لي اللعبه دي وقت كذا، وانت اشتريت لي وقت ده. ما بناخدش بالنا احيانا ان الولاد ممكن يكونوا محملين حاجات احساس وذكريات اكتر من ما احنا ممكن نكون ناسين تماما انا جبت جدا الهديه دي جدا امتى، بالظبط. ولا انا اصلا اللي جبتها ولا لا. ودي بتبقى زي كراي فور هيلب، او ان هم بيحاولوا يشدوا الانتباه وما بناخدش بالنا. وهي البنت عملت كده فعلا طول المسلسل، كانت على طول بتقول له جمل بسيطه وهو عادي احنا بنعديها في يومنا العادي. فمتهيألي دي برضو محتاجين الاهالي كلنا كاهالي نركز فيها، انه نركز في ولادنا بيقولوا لنا ايه. لان مش كل جمله بتبقى جمله وخلاص، يعني بيبقى فيه احنا معاني. بنينا حلقه كامله على ده. يعني الحلقه بتاعت العيد ميلاد لما راح يشتري لبنت هديه للبنت. ايوه وقال له عاوز اغلى حاجه ومش عارف ايه عشان يخش، وناسي ان هو لما نزل يجيب لبنته في اول حلقه فستان كان يقول له ما تجيب لنا ارخص حاجه علشان مش. فالبنت اتخضت، ايه ده ليه؟ اشمعنى انا تجيب لي ارخص حاجه؟ فهي مش فاهمه هو بيعمل ليه كده، بس في الاخر هي شافت ده واثر فيها جدا لحد ما هو بدا يفهم ايه ده، ما انا لازم اخد بالي. انت شايف احنا يعني دايما بحس انه الامهات بياخدوا احتفاء واحتفال طبعا كتير في الحياه. عندنا عيد الام بيحتفلوا بيه، بالتالي قريب قوي للناس ابتدت تفهم فكره عيد الاب او تحتفل بيه قريب. يعني انا فاكره وانا في المدرسه كنت ببقى متضايقه ليه ما فيش عيد الاب. فهل انت حاسس ان ده يعني هل انت حسيت بده برضو بفكره انه انت كأب حاسس بفرق في المعامله ما بين الرجل والمراه في الحته دي؟ وانا بص انا استريحت نفسيا لما قلت لنفسي ان انا مفيش مقارنه بيني وبين ام العيال. يعني هم هيفضلوا يحبوها اكتر مني، ودي حاجه مسلم بيها وانا مش عارف اعمل فيها اي حاجه. حب الاولاد للام دي حاجه يعني هم جزء منها فعلا نزل وفضلوا طول عمره كده معاها. فالحب بينهم ده ما تقارنش نفسك كأب بحب الام. بس في الاخر انا عندي كدور كأب يعني ان انا ابقى جزء من حياه عيالي، ما يبقاش بقى خلاص بقى ايه انا بجيب المصروف بتاع البيت ومش عارف ايه وماليش دعوه. فانا بحب دايما ابقى مع الولاد في كل حاجه. ساعات ببقى حشر زياده عن اللزوم، ودلوقتي مثلا عندي ابني في سن مراهقه شويه، فبدا يحس ان انا مزعج بالنسبه له، ان انا طب ما تيجي نتكلم، فهو مش عاوز يتكلم دلوقتي. فانا بدات ايه انا كنت بتنرفز جدا، بس بدات اقول لا خلاص بقى يعني هتحمل ام هذا السن خلاص، وان شاء الله ربنا يهديه. الدور الاب فعلا هو مش مجرد اب وفلوس وصوت عالي، لا هو لازم يبقى زي الام في كل حاجه، عايش معاهم وما يقارنش نفسه بحب الاب بحب الام، لان حب الام لا يعني كده وكده. يعني هو ده للاسف، يعني دي حاجه غصب عني بقولها للاب، بس بس انا دي بحس ده ان ده مسلم بيه. حسب برضو حسب حسب الام التجربه. وحسب الاب.
ما انا بتكلم في الطبيعي. في الطبيعي فاهمه قصدك، يعني لو الاثنين عندهم نفس الليفل كل حاجه خلاص الام فكده خلاص بتكسب، يعني هي الام دايما هي اللي بتقش، لكن الاب طبعا عنده يقدر يعمل كل حاجه كويسه، وفي الاخر هم يفضلوا يحبوه وهم الاثنين بيتشاركوا في كل صح حاجه، صح. هيفضل برضه حب الام اكتر من الاب. في سيناريوهات بتبقى لا العكس، طبعا يعني طبعا. في موقف لما كده، بس البالانس ده انا بيحصل فيه خلل صح حتى بتوصل برضو لحته الشغل، انت هتشتغل ايه؟ بالظبط. فطبعا برضو يعني انت طبعا فكره ان انت بتبقى المسؤوليه او العبء دايما محطوط على الراجل، ان انت اللي هتبقى الشخص اللي شايل البيت بالظبط. والمسؤوليه كلها، فما ينفعش تدرس حاجه انت بتحبها قوي يعني لو هي مش هتجيب فلوس. فهي دي المشكله. فبرضو لا يعني هو في طبعا اعباء محطوطه على انا عانيت بقى على المستوى الشخصي، يعني لما كنت قلت لهم انا سيناريست وانا هبقى كتابه، فهم ما كانوش فاهم يعني ايه يعني تشتغل واكتب، ايه تشتغل ايوه يعني ايه يعني حاجه مضمونه بالظبط. وحاجه قلت لهم لا يا جماعه، وبابا جاب لي شغل، فقلت له لا، رحت اشتغلت فيه شهرين وسبته، فطبعا كانت كارثه في البيت. فقلت له لا، انا مؤلف مش هشتغل غير كده، لا ومش عارف ايه وبتاع. قلت لهم يا جماعه انا هعيش مره واحده في حياتي، يا اما اعيشها زي ما انا عاوز، يا اما مش هعيشها خالص. فخلاص ايه ده واد عيل مجنون، سيبوه يعمل كده. لدرجه ان ماما كانت بتستفزني جدا. طب انا مثلا قاعد في اوضتي وقافل على الباب، تروح داخله عليا وفاتحه تقول لي انت قاعد ما بتكتبش ليه؟ قلت لها لا، ما انا مش معنى ان انا هبقى مؤلف انا هكتب، قاعد بكتب، ما فيش حاجه اسمها كده، سيبوني اعمل اللي انا عاوزه بس. والحمد لله يعني الدنيا طب ماشيه. ودلوقتي بعد ما نجحت وكده لا الحمد لله، ما حاسين دام بيه؟ في فلوس بتخش البيت خلاص يبقى ايوه مبسوطين خلاص. جدا، هي دي الفكره. هل كان في عندكم تخوفات ان فكره انه يعني المسلسل يعني انتوا دايما بتركزوا مثلا على المشاهده او كده، بس فكره انه موضوع عميق وانه ممكن الناس ما تبقاش مياله قوي للعمق ده وتبقى عايزه حاجه كوميدي اكتر، هل ده اثر على هل كنتوا قلقانين وانتوا كنتوا بتشتغلوا قلقانين عليه؟ يعني؟ بصراحه لا خالص، يعني انا يعني انا اصلا وائل اشتغلنا كوميدي كتير جدا، الموضوع ما كانش قلقنا من الناحيه دي. وفي نفس الوقت انا كان معانا اكرم حسني، واكرم بصراحه انا بالنسبه لي من الناس اللي هي لو مسك الجورنال كده قعد يقراه هيضحك ايوه يعني. فكان شايل عنا الهم ده، والطاقم كمان الممثلين كلهم كانوا كويسين قوي. جدا واحنا كان دايما في دماغنا ان احنا يعني انا بالنسبه لي انا مش مطالب، انا كمؤلف مش المفروض ان انا طول ما انا قاعد بضحكك بس، والا ما بكتب نكت. انا لازم اعمل دراما، قصه حلوه، والقصه الحلوه دي يعني لو شدتك انت تقعد بتتفرج سواء بتضحك او بتعيط، تبقى كده كده انت قاعد، انا خلاص انا خدتك خلاص في حضني، يعني هتتفرج عليا زي ما انا عاوز. فانا وائل كنا متفقين على ده، ان احنا هنعمل قصه حلوه ودراما محترمه، نبقى احنا وهو هنبقى قاعدين مبسوطين واحنا بنتفرج عليها، مع الكوميديا طول الوقت طول الوقت. فانا دلوقتي دايما نقعد بنبني القصه بتاعتنا، طب ايه بقى فين الكوميديا، فين نقعد نشتغل على الكوميديا، طب ايه حاسين هنا الكوميديا زياده او تبقى عايزين نظبط الدراما وهكذا. طول الوقت احنا كنا شغالين كده بحيث ان احنا نعمل حاجه نبقى انا وهو نبقى مبسوطين واحنا بنتفرج عليها، يعني ما يبقاش ان احنا ضحكنا ونسينا. طب انت عندك 3 اولاد، فهم بقى لو قرروا يدخلوا المجال الفني او يكتبوا او هتعمل ايه؟ هساعدهم يعني اوكي. يعني انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، يعني انا طالع في مشهد في حلقه 14 ده بسبب ولادي. يعني انا عندي مريم ودينا بنتين عاوزين يمثلوا، وديتهم ورشه تمثيل كده في الصيف، وبعد كده قالوا لي احنا عاوزين نمثل مشهد وبتاع. فكلمت استاذ خالد قال لي طيب ماشي، في مشهد ممكن تعمله، فعملوه. فقعدت اتدرب معاهم عشان نجهزهم للمشهد، فلقيتهم هم مطمنين بيا، وانا لقيت نفسي بقول مشهد، فرحت استاذ خالد طب انا ممكن اطلع معاهم انا كمان؟ قال لي يلا بينا اعمل مشهد معاهم. فرحت طالع معاهم. فانا ما عنديش مشاكل، يعني هم لو هم عاوزين، ما دام هم هل هيعملوا هم حاجه. البنات ميولهم فنيه؟ ابنك علي كده مش برضو ولا لا؟ يعني حتى بقول لعلي ايه رأي، هو علي بيحب القرايه اوكي. لكن مالوش ميال ادبيه او علميه او فنيه خالص. مش انا حاسس هو نفسه بيقعد بقول له انت عاوز تعمل ايه، بيقول لي انا مش عارف لسه. فماشي يعني لما عادي، تعرف. في ناس كتيره ما لما أيوه. تعرف قول لي عليه. فهو ماشي كده وانا بصراحه واثق في دماغه، يعني لما نشوف بقى هتوديه لفين وربنا يستر. طب هل انت البنتين بقى هم اللي عندهم ميول فنيه ميول شويه، عاوزين فنيه؟ يمثلوا وبتاع. بس انت ككاتب حاولت بقى تنمي فيهم حته القرايه دي؟ جدا حاولت جدا جدا. ازاي بقى عملت ايه؟ وهم صغيرين خالص كنت مثلا باخدهم، انا عندي مكتبه في قصص، فاقول لهم ايه يلا تعالوا نختار قصه نقعد نقراها مع بعض. فاخدهم ونقعد نقرا مع بعض، اقراها لهم كده بشكل موجز يعني، او عشان هصور الصوره وبتاع. ف يعني وهكذا. معرض الكتاب لازم نروح نشتري، يختاروا القصه اللي انت عاوزها. بتيجي بقى هنا بقى الميول. علي بدأ يهتم، يعني علي بدأ انا عاوز اقرا، يقرا لوحده. مريم ودينا لا مش عاوزين يقروا. ما احنا فاكرين لما كنا مش عارف ايه وبتاع، حاول اقرا تاني، لا هم مش، هم ما عندهمش مش عاوزين.
علي عاوز يمسك فهنا بتبدا هنا الميول، بس انت في الاخر انت لازم انت تزق. دينا مثلا عندها ميول دلوقتي انها تمسك ورق وتقعد تقصقص وتعمل اشكال وتلون وتعمل مش عارف ايه والحاجات دي، فيلا مش يلا خش. مريم كل شويه ايه، انا عاوزه ارسم، ترسم شويه كده تزهق وكده، انا عاوزه مش عارف ايه، دلوقتي هي مركزه في التمثيل، عاوزه امثل وبتاع، فادينا ماشيين معاهم لحد ما نشوف هيودونا فين. شكرا انكم بتسمعونا النهارده. لو عجبكم اللي سمعتوه او استفدتوا ولو بحاجه صغيره جدا، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان نقدر نوصل المعلومات دي لاكبر عدد ممكن من الناس اللي ممكن تكون محتاجه فعلا تسمعها، وكمان عشان نقدر نفضل نجيب ضيوف ذو قيمه في مجالاتهم علشان نستفيد من خبراتهم. وشكرا جدا على دعمكم لينا اللي من غيره ما كناش هنقدر نعمل البودكاست ده، اللي بنتمنى انه يساهم في نشر الوعي وتحسين جوده الحياه لينا وللاجيال اللي جايه. تعالوا نرجع للحلقة. طبعا انت دورك كأب في الشغل مهم جدا، بس مهم جدا انك لما ترجع حتى لو هتقعد 10 دقايق في اليوم، بس ال10 دقايق في اليوم دول يبقوا لهم معنى. بالظبط. ده بيبني. وحاول دايما تخصص وقت ليهم، يعني صح. يعني باي شكل من الاشكال، حتى لو وقت صغير. انا مثلا من الحاجات اللي انا خدت بالي من نفسي انا بعملها من غير ما اقصد، ان انا ساعات ببقى مش طايق اسمع كلام حد، يعني مش يعني خلاص انا تعبان من الشغل ومش قادر، فيجي مثلا حد من ولادي يقعد يكلمني، فانا اقعد اقول له ايوه خلاص تمام. فلقيت علي بيقول لي بابا انت بتتكلمش، انت قاعد بتسمع وانا بحاول اتكلم معاك. قلت له لا خلاص استنى انت بتكلم مش عارف ايه، وتعالى نقعد نتكلم. فساعات الواحد بيعمل حاجات غصب عنه بسبب ضغوط الشغل، بسبب وهم الاولاد مش فاهمين. فانا لما بدات افهمه هو بدا يتفهم، يعني طيب خلاص انت عشان تعبان. ففهمهم، والاطفال بيفهموا كويس جدا على فكره. فهمهم المشاكل اللي عندك، يعني دايما حتى مثلا لما تقول لهم يعني لما انت راجع تعبان من الشغل، انا تعبان من الشغل بس حصل في عندي كذا كذا كذا، انا بصوا يا جماعه انا مش قادر اتكلم عشان انا حصل كذا كذا النهارده مش قادر. فهم لما انت لما تشاركهم في الحاجات بتاعتك دي هم هيبداوا يتفهموا، ويبداوا يبقى في لغه حوار حتى شويه، ما يتكلموا يعني طب هو مش قادر يتكلم عشان يعني لما يسيبوك، ده بابا مش قادر يتكلم عشان هو تعبان، ده بابا حصل له كذا مش عارف ايه، فهم يبداوا يتكلموا عنك فكانك انت موجود معاهم، يعني دايما يبقى في لغه حوار رايحه وجايه كده. وبرضو الام ليها دور كبير جدا في الموضوع ده، لان انا بالنسبه لي الام هي العامل الموصل لكل شيء. يعني لو الام ما عرفتش توصل الحاجات بتاعه المشاكل بتاعه الاب او مشاكل الابناء للاب، هيبقى في مشكله ما بين الاب والابن او الابناء، ولد او بنت يعني. فالام ليها عامل كبير جدا 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 انها تفهم الولاد وتفهم الاب المشاكل اللي عندهم علشان الدنيا تظبط. لو الأب مشغول أو بالظبط أوكي. بالظبط. يعني مثلا هو بابا بيعمل معاك كده ليه، فهي تبدا تفهمه. أيوة فاهم قصدك. ده بابا بيحبكم خلي بالكم، ما بيعملش كده عشان هو مش عارف كذا. الحاجات دي مهمه جدا. هل أنت بتلاقي إن أنت بتبقى بتعامل البنات بطريقة مختلفة عن علي؟ لا انا بتعامل مع بعض كلهم زي بعض، بس مثلا النهارده حصل موقف هفضح البيت بس حصل موقف مثلا الاولاد للاسف بيقولوا الفاظ في المدرسه خارجه كتير. فلقيت مريم بتقول لي طب ما يعني انا ما اقولش انا كمان ليه، ما لازم يبقى كويسين وبتاع. طب ما في ولاد بيقولوا وعلي في مره قال ومش عارف ايه، وانت قلت له على فكره انا قلت له نفس الكلام اللي بقوله لك ده، بس في الاخر انا بنصحكم ان انتم ما تقولوش الكلام ده، لان في الاخر احنا عندنا ميزان حسنات وميزان سيئات، والكلمه اللي بتطلع مش عارف ايه وبتاع ايه انت عاوزه كم. فقالت لي لا ما بقولش الكلام ده غير لما ابقى متنرفزه وبتاع. قلت لها خلاص يعني شوف انت بقى عاوزه لسانك يبقى كويس ولا لا. فبدات اشرح ان الولاد ساعات بيبقوا غصب عنهم، الولاد بيبقوا في السوق في الشارع خناقات مش عارف ايه، ساعات بيبقوا لازم يبقوا خشنين شويه، البنت ما ينفعش تبقى خشنه لازم تبقى رقيقه ولازم تبقى. قالت لي ليه، ما احنا هنشتغل زيهم وهنعمل نفس اللي هم بيعملوه، ما يبقاش خشنين ليه. قلت لا خلاص يبقى كده الولد هيبقى زي البنت خالص كل حاجه، هنا خشونه وهنا خشونه. ايه الفرق بقى، ايه الميزه عندك وايه الميزه اللي عنده؟ لازم كل واحد يبقى عنده صفه مميزه عن التاني، ولا كلنا هنبقى حاجه واحده بالمنظر ده، ما فيش حاجه تجذبنا للتاني. فالبنت لازم يبقى عندها سمة الرقة، والولد عنده لازم سمة الخشونة شوية. الولد بيبقى مثلا يبقى معرض للشارع اكتر من البنت، فلازم يبقى يقاوم، يبقى عنده قوة شوية. البنت مقاومتها في الشارع بتبقى الرقة بتاعتها، هي دي المقاومة بتاعتها، هي اللي مش عارف. فبدأت احاول اقرب افهم شويه ايه الفرق بين الولد والبنت، في نفس الوقت انا قاعد عمال اقول اسال نفسي طب انا يا رب اكون بقول صح، يا رب انا ومش عارف ايه، يا رب ما بضربش حاجه تبقى لما يكبروا يتعلموا مش عارف ايه. الموضوع صعب جدا جدا جدا، لان هي مسألة مش مسألة إن إحنا نسيطر عليهم، هي مسألة إن إحنا نوجههم
وهم بقى يعني اصل انت مش هتعرف، انت هتروح المدرسه هتسيطر عليهم ازاي في المدرسه؟ ما هو في الاخر هم وفي الاخر ده برضو كمان ده رايك كاب، هو بقى بعد كده هو ممكن يكونوا مش هو متفقين خلاص معاه بالظبط. ويتفقوا اه معاه. هو خلاص هيعملوا اللي هم عاوزينه. وانا بدات كمان اقتنع كل شويه عمال اتعلم فيهم ان انا فكره السيطره دي فكره غلط. انا مستحيل اعرف اسيطر عليهم، بالذات في هذا العصر الجميل اللي هم قاعدين اصلا في نفس البيت وقاعدين في نفس المكان وماسكين بيشوفوا حاجات انا غير متحكم فيها اطلاقا، مش عارف اتحكم فيها اصلا. يعني توجيه وانت اعمل اللي انت عاوزه وانت حر، انت مش عارف ايه. فهو لما يحس ان انا بديله حريته هو هيرجع لي غصب عنه، هو هيرجع لي لوحده اصلا يقول لي طب ايه رايك. انا فاكره اخويا مره، عشان احنا برضو كنا 3 بنات وولد، فهو بابايا كان يعني كان بيعاملني انا واخواتي البنات بطريقه مختلفه خالص عن اخويا. انا ما كنتش واخده بالي طبعا يعني، واخويا كان اصغر اخر العنقود، اصغر واحد فينا. فكان بيجي يقول لي هو بابا على فكره طف قوي معايا ومختلف وبيعاملكم بطريقه مختلفه خالص عني. فكنت اروح اشتكي لبابايا اقول له انت ليه بتعامله بطريقه مختلفه؟ طب ما هو كده. فابتديت اكتشف انه هو عشان برضو هي نفس الفكره بتاعت انت هتطلع انت لازم تبقى اجمد او انشف او يعني الحته دي. فكان بيعامله بطريقه مختلفه غصب عنه، ومش بيعملها بطريقه يعني، بالعكس هو كله في الاخر حب يعني، بيبقى صابب في انا عايزه اساعدك عشان عارف انت هتحتاج ده اكتر، والبنات هيحتاجوا حاجه تانية، فبعملهم بطريقه مختلفه. بس ساعات بيبقى صعب للاطفال ان هم يفهموا او يشوفوا الفروقات انا دي. انا ابني كان بيقول لي كده، بيقول لي انت بتعاملهم ليه كده وانا لا. فبحاول افهمه يا ابني انت هتبقى عليك حمل زياده عن اللزوم. يعني انت الحمل بتاعك شويه اتقل. اتقل، لان انت يعني الولد حتى بقوله جسديا، لما تيجي بنت تشيل احمال اوزان والولد يشيل اوزان، مين عضلاته بتكبر اسرع؟ فالولد. فده معناه ان ربنا مجهزه عشان الحمل بتاعه يبقى ازيد غصب عنه. يعني نعمل ايه طيب؟ فبحاول افهم ده شويه، بس طبعا وساعات طبعا برتكب اخطاء فادحه يعني انا غصب عني، بس في الاخر يعني ادينا بنحاول ايه بنتعلم يعني. نجبس ايوه الحاجات اللي ايوه. بتبوظ يعني. أيوه. حاجة تانية كنت حابة أسألك فيها برضو، أنت كمان بتكتب كوميكس مش بس سيناريوهات. ف... فدي أنت قلت ابتديتها من إمتى؟ انا بالنسبه لي الكوميكس او القصه المصوره يعني هو ده الهدف اصلا عشان اخش مجال الكتابه. انا بحب القصه المصوره جدا يعني، وكان ليا تجارب كتيره يعني ان انا ابدا من قبل ما اخش اصلا مجال كتابه السيناريو والدراما والتلفزيون يعني. بس اكتشفت انها ما بتجيبش فلوس، فقلت لا خليها بقى جنب السيناريو الدراما والتلفزيون، وخلي بقى الشغف ده طول الوقت معايا ايه احاول اعمله. يعني بحب اكتب الاطفال قوي بس برضه ما بتجيبش فلوس. بحب اكتب قوي انيميشن مسلسلات كرتون. فدلوقتي انا بالنسبه لي اي مشروع فيه انيميشن فيه قصه مصوره يلا نخش، مش مهم فلوس دلوقتي. بس يعني ايه يعني انا فلوس لا تقارن بالدراما، ولكن انا موافق بالفلوس دي بحب ان انا اعمل حاجه بحبها يعني. هل ده برضو يعني أنت محفزك الموضوع أكتر عشان عندك أولاد؟ لا انا بحبه، انا بكتب لنفسي فعلا يعني. انا أوكي. الحاجات دي انا بكتبها لنفسي عشان اقعد امسك كتاب واقعد اقراه مع نفسي كده وابقى مبسوط. ف وطبعا الاولاد يعني ببقى حابب ان هم يقعدوا يقروا حاجات انا كاتبها يعني، زي ما هم بيقعدوا يتفرجوا على حاجات يعني. ببقى مبسوط جدا ان هم بيتفرجوا على حاجات انا اللي عاملها. قروا كتبك؟ للاسف ما قروهاش لسه. أيوة، أنا برضو لما بعمل حاجة باجي مثلا أوريها لبنتي بعد أول 10 دقايق اه بتزهق وما اه بتكملش. هم مأجلينها يعني. هنقراها حاضر ولسه، فاتمنى ان هم يقروها. ولا هم لسه معظمهم لسه طالع جديد يعني أوكي. ما كملش سنه. احنا معانا 3 كتب مش عارفة بقى باينين في الكاميرا والناس اللي سامعة. في المخلوق الجزء الأول، ده عبارة عن إيه؟ قول لنا شوية عنه كده. دي دار نشر اسمها كوميكسار، هي متخصصة في الكوميكس بس، ناس اسكندرانية رجالة يعني. اتعرفت عليهم وعرضت عليهم الفكرة فعجبتهم. هي الفكرة في ماذا لو ظهر جنس فضائي على كوكب الأرض، 1,000,000 واحد، وفي أزمة اقتصادية في العالم ومفيش دولة تقدر تتحمل حاجة زي كده. فقالوا نوزع 100,000 على كل دولة. فمصر جالها 100,000 بتوعها حطوهم في مدينة بدر وعيشوا انتوا بقى هناك وبتاع. فالبطل بتاعنا هو أول مصري من أم فضائية وأب أرضي. فهو عاوش مش عارف يعيش عيشة الفضائيين ولا عارف عيشة المصريين. وبيتعرض بقى للمشاكل بقى من أول ما بيخش مدارس. هو أبوه مصري فعاوز يدخله مدرسة مصري، فهو لسه في ملامح وشوية ليها علاقة بالأم. فلا ده ما يخش مدارسنا، ده أصل هم بيطلعوا مش عارف إيه، لا أصل هم بيلوثونا.
ويخش الثانويه العامه ويحب بنت فهي لعبت وهكذا يعني. هل في مشروع ان ده يتحول انيميشن يا ريت، اتمنى هذا يعني. حلو. وده انت قلت ده كوميكس بس للكبار للكبار شويه. اللي هو يأجوج ومأجوج. ده ما زالوا ياجوج وماجوج ظهروا في العالم دلوقتي وبداوا يحتلوا العالم يعني، وهنعمل ايه في البشريه، هتعمل ايه في نهايه الحياه يعني. وده هورر ولا شويه يعتبر جانر ايه؟ شويه بالظبط. اوكي. وطبعا اخر حاجه نجيب محفوظ اللص والكلاب معمول كوميكس. ده حولنا الروايه لقصه مصوره. ده كان ده مشروع كبير بقى يعني. ده المفروض بالتعاون من دار المحروسه ودار الديوان. وده هذا لو تعلمونا كبيرا ان في دارين نشر يتعاونوا في كتاب واحد، دي حاجه مش ما سمعتهاش قبل كده تقريبا. والاستوديو انا مؤسسه انا وميجو واي اي كوميكس بالظبط، بحيث ان احنا نحول كل اعمال نجيب محفوظ ان شاء الله لقصص مصوره يعني. انا حبيت ودي الفكره كانت اول جدا حاجه لذيذة. لانه القرايه تشجيع الولاد على القرايه. عشان كده كنت بسالك بتشجع اولادك ازاي. بيبقى احيانا صعب لو انت ما ابتديتش كمان من الاول، يعني لو من وانت هم صغيرين ما ابتديتش تعودهم على ان انت تقرا كل يوم وكده بيبقى الموضوع صعب. في كتير من الاطفال حتى لو عودتهم على القرايه بيتجهوا للقصص المصوره. فدي حاجه حلوه جدا ان انت كمان حتى الحاجات اللي هي تراث، اللي هي حاجات زي نجيب محفوظ، ان هي تتاخد وتتعمل بطريقه خفيفه تبقى مدخل للتينز وللاطفال ان هم يبتدوا يقروا الادب المصري. القصه المصوره هي مشروع ثقافي مهم. لازم يعني يبقى نعلم يعني، يبقى موجود في كل حته في بلدنا. يعني مثلا اليابان، فرنسا، امريكا عندهم يعني القصه المصوره بتختلف من دوله لدوله بالمسمى. يعني مثلا في القصه المصوره في اليابان اسمها المانجا، في فرنسا اسمها، او في بلجيكا اللي هو الفرنكوفونيين الباند سينيه، في امريكا اسمها كوميكس. بس في الاخر هي فن القصه المصوره. في دعم من الدوله، مش دعم مادي ولكن دعم تسهيل، دعم ان احنا نشتري، ان يلا مش هم اللي بينتجوا نفسهم، ولكن تشجيع للثقافه. اليابان دلوقتي احتلت العالم بالمانجا، يعني المانجا اللي هي القصه المصوره بتاعتها. ايوه معظم الانيميشن اللي بيتعمل ده هو اصلا كله كان قصه مصوره، ولما بتنجح بتتحول ل انيميشن. احتلت العالم. وده كان في دافع من الدوله، مش دافع ان هو تصرف فلوس وبتاع، لا، اسهل لك اللي انت عاوزه. عاوز تروح مهرجانات هعملها لك، عاوز تفتح مش عارف ايه، عاوز توزع ده في المدارس هاخدها، بس بتسيب المبدع يعمل اللي هو عاوزه وانا هسهل لك، لان عارفه يعني ايه قوه ناعمه. القصه المصوره هي فعلا بتربي. القصه المصوره في امريكا هي اللي ربت المخرجين اللي احنا بنتفرج عليهم دلوقتي والمؤلفين، هم متربيين على ازاي يقروا بالصوره. فعشان كده معظم المخرجين بيقول لك انا اصلا قريت مش عارف ايه، انا مش عارف ايه، انا اشتغلت في استوديوهات ايه، وهكذا، لان هم اتربوا يقروا بالصوره، فطالعين بيعرفوا يشتغلوا ويعرفوا يخرجوا. دي حقيقه. يعني حتى انا رحت اليابان قريب، لا رهيبه فظيعه، بلد جميله. وفعلا ابتديت احس، بشوف طفولتي قدامي وانا شايفه المانجا. يعني كلنا ناس كتير اتفرجت على كابتن ماجد وجريندايزر، وما كنتش مجمعه قد ايه كل تقريبا الانيميشن اللي كانت موجوده في الثمانينات او التسعينات كانت ياباني. ايوه فده اصلا بيودي الكالتشر بتاع البلد دي، بيعديه بحور، ويعني السعوديه دلوقتي بتعيد انتاج مسلسل كرتون اسمه جرين دايزر ياباني. هم اللي بيصرفوا بقى بجد. ايوه بينتجوه دلوقتي، هم يعني بانتاج سعودي. ايه ده؟ الله، جرين دايزر هيرجع. جرين دايزر على فكره في الخليج وفي ايطاليا وفرنسا يعني شعبيه غير طبيعيه. ايوه انا عشان كنت متربيه في الخليج، فطبعا جرين دايزر شعبيه غير طبيعيه. يعني دلوقتي حتى في ألبوم مصور نزل في فرنسا عن الجرين دايزر، عن القصه الاخيره لجرين دايزر، من برضو من 2 فانز تواصلوا مع الراجل بتاع جونا جاي عشان يقولوا عاوزين نعمل قصه لجرين دايزر، فعملوها بشكل باند سيني فرنساوي. السعوديين برضو راحوا قالوا عاوزين نعمل الانيميشن بتاع. متخيله قوه اليابان بالمنظر ده. ايوه. وبقى حتى نتكلم بقى جانب الاقتصادي، ما دي فلوس رهيبه. فالثقافه بالذات القصه المصوره دي لو بس ركزنا فيها شويه والله هتاكلنا الشهد يعني. هتخلي البلد بتاعتنا يعني هتخلي الناس الثقافه والفن كله والله جدا. طبعا. وكمان ده هيربي اجيال جديده تفكيرها احسن ومتفتح، وما يعني لا، الاطلاع حاجه مهمه جدا. الاطلاع حاجه مهمه جدا جدا. ممكن تقول لنا 3 نصايح كده تحب تقولهم لكل الابهات يبتدوا يعملوها او يطبقوها في حياتهم مع اولادهم؟ السؤال ده صعب قوي.
لان لو كانت بالنصايح كانت بقت سهله. يعني لو هتختار 3 يعني حاجات كده. يعني اقول لك حاجه، اسمع لهم، اسمع ولادي، اتكلم معاهم. لازم يبقى في وقت خاص، يعني لازم يبقى، يعني أنا مثلا احنا بنستمتع جدا 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 بالفيديوهات اللي احنا كنا بنتصورها واحنا صغيرين ونقعد نتفرج عليها مع بعض، بيبقى وقت ممتع قوي. ففكره التوثيق وهم صغيرين دايما بالفيديوهات نقعد نتفرج عليها دي، بصراحه انصح بيها اي حد لانها فعلا ممتعه، وبتعيد بقى الذكريات بقى ونقعد نتكلم ونتناقش. فهي دي. وتاني حاجه ما بلاش السيطره والتوجيه، مع ان انا ساعات بفشل في ده وبحاول اسيطر بس ما بعرفش، بس ده اللي اكتشفته بالتدريج يعني. طيب إحنا عندنا عادة بنعملها في آخر كل حلقة، وهي إن إحنا بنسأل الضيف إيه الحاجة اللي أنت حاسس إن أهلك كانوا المفروض يعملوها معاك أو كنت حابب إن هم يعملوها معاك وما عملوهاش، وإيه الحاجة اللي عملوها معاك وأنت ممتن ليهم بيها؟ ده سؤال عميق. ايه الحاجه اللي انا ممتن؟ بص انا ممتن جدا ان انا اتربيت في وسط العيله دي، عيله ابويا وعيله امي. فيهم حاجتين انا مش شفتهاش في ناس كتير. هو فيهم ترابط جامد قوي قوي، وعارفين بعض طول الوقت يعني. وفيها نقطه مهمه جدا، بالذات عيله والدتي، طبقه فقيره جدا وطبقه غنيه جدا، ومفيش مره نقعد مع بعض كلنا غير لما تعرفيش تفرقي بين مين الغني ومين الفقير. مستحيل يعني. ما فده حاجه كانت مؤثره جدا بالنسبه لي، ان انا ببقى انا من الطبقه الفقيره شويه. فعمري ما حسيت بكده، عمري ما حسيت ان احنا في ناس فقيره وفي يعني. بدات افهم لما اكبر، لما بدات اقارن. فدي حاجه ممتن ليها جدا، ان انا اتربيت في وسط العيله دي، يعني اللي هي ترابط دايما، ترابط دايما، لازم نتقابل كل جمعه وخميس. طبعا دلوقتي بقت الدنيا تقل، بس بقت أصعب شوية. بس دي حاجه انا ممتن ليها جدا. الترابط ده اللي هو اللي يلا مع بعض كلها طول الوقت. الحاجه اللي انا كان نفسي تتعمل وما اتعملتش، مش عارف. يمكن مثلا كنت احب بابا ما يبقاش عصبي قوي وقاسي شويه كده يعني. بس دي حاجه اللي كنت حابب انها، بس انا يعني بس انا فهمت ليه، يعني لما كبرت فهمت ليه. بس انا كبرت فهمت ده لما انا بقيت اب وهو كان توفى. فكنت اتمنى ان انا اكون فهمت ده وهو لسه عايش، يعني كنت حاسس ان انا هديله بقى، هحبه اكتر من كده يعني. عشان كنت تبقى ابتديت تفهم بالظبط. طب قبل ما نقفل الحلقة، أنا بس كنت حابة الحلقة دي نهديها لكل الأبهات المهمة في حياتنا. طبعا لما بنتكلم عن الأبهات مش بنتكلم على الأبهات اللي هي بتختفي أو الأبهات اللي ما بتبقاش متواجدة في حياة ولادها، بس الأبهات اللي فعلا تعبوا وبيتعبوا وبيشقوا وبيركزوا مع أولادهم وبيعملوا أقصى مجهود عشان يكونوا موجودين في حياة أولادهم. فأنا شخصيا أحب أهدي ده لبابايا الله يرحمه، أبو الفضل الجندي. وأحب أهديه طبعا لبابا أمينة والحماية برضو ربنا يديه طول العمر، اللي هو وأبوك. أيوة، كل الأبهات. أيوة، كل أبهاتنا اللي فعلا خلونا كونونا زي ما احنا كده، وخلونا بقينا الأشخاص اللي احنا موجودين وبقينا بيهم دلوقتي. والأزواجنا طبعا اللي هم دلوقتي قايمين بدور أبهاتنا لأولادنا وليك كأب، ولكل الأبهات اللي بيعملوا كل حاجة عشان ولادهم، عشان احنا من غير انتوا النص الحلو برضو زي ما احنا النص الحلو. والعيلة ما بتكملش من غير الاتنين مع بعض. فأحب أشكر كل الأبهات النهاردة. وانا كمان يعني حابه اشكر بابايا جدا جدا، عشان انا لولا ما كنتش هبقى هنا، ولا هبقى دي شخصيتي، ولا هبقى اعرف احقق اي حاجه من اللي انا بحققها دلوقتي، عشان هو دايما داعم ليا ومؤمن قوي باي حاجه انا بحاول اعملها. ف يعني من مكاني هذا احب اقول له شكرا. بس شكرا لكل الابهات فعلا، يعني دورهم مهم ومؤثر جدا في حياه اولادهم. وشكرا ليك قوي يا شكرا ليكم، محمد أنا يعني استمتعت على جدا جدا المسلسل جدا التحفه ده، ربنا يخليك. واتمنى انه يكون يعني اثر في، او متاكده انه يكون اثر في حياه كل الابهات زي ما هو اثر في حياتنا احنا كمان. انا بشكركم على الحلقه شكراً. دي، استمتعت جدا. ميرسي، شكرا قوي. شكرا لكل اللي سمعونا، واستنونا في حلقه جديده من نست بودكاست.